اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يروى عن ملك ظالم كان في قديم الزمان، كان قاسي القلب. كان هذا الملك يعيش في قصر فخم بين الخدم والحشم. كان لديه ولد صغير يدعى آدم، وكان يربيه على الظلم والقسوة. وكان من بين عمال القصر رجل يدعى خضر. كان خضر هو المسؤول عن خيل الملك، وكان لديه ولد صغير في عمر ابن الملك يدعى سليم. تربى على الشجاعة والإحسان للآخرين، وتربى على الأخلاق الفاضلة وفعل الخير مثل والده. كان سليم يلعب دائما مع ابنة حارس القصر، وتسمى ليلى، وهي فتاة صغيرة في غاية الجمال والرقة، تسحر القلوب والعيون بجمالها وعفويتها وبراءتها. وعلى الرغم من صغر سنها، فقد كان سليم وليلى يحبان بعضهم ولا يفترقان أبدا. كان حب الطفولة المليء بالصدق والبراءة، لا يوجد به مصلحة أو خداع أو نفاق. كان آدم ابن الملك يراقبهما كل يوم، وكان يكره أن يرى سليم مع ليلى. وفي يوم من الأيام ذهب يشكو لوالده، وقال بأن سليم ضربه وطرحه أرضا. غضب الملك غضبا شديدا، واستدعى خضر وابنه وقام بطردهما خارج القصر. لكن حتى بعد خروج العم خضر من القصر، ظل سليم وليلى يتقابلان ويلعبان مع بعضهما. مرت الأيام والأعوام، وكبرت ليلى وأصبحت فتاة جميلة تعجب كل من يراها. وكبر سليم وأصبح فارسا شجاعا الذي تتمناه أي فتاة. فهو وسيم مفتول العضلات، يتميز بملامح جميلة وبشرة سمراء. هذا عدا عن أخلاقه وتربيته وحسن معاملته. وفي يوم من الأيام تعب والد ليلى حارس القصر، ومرض مرضا خطيرا، وتوفى بسببه بعد أيام قليلة. حزنت ليلى وبكت كثيرا لموت والدها، فهو من تبقى لها في هذه الدنيا بعد موت والدتها. يوم ولادتها فهي لم تعرف أمها أبدا ولم تراها في حياتها. ظلت ليلى في القصر مع الخادمات، وكانت تعمل في المطبخ. حزن سليم لحزن حبيبته ليلى، وأعطاها تميمة الحظ قد ورثها عن أمه، ووعدها إنه سيبقى بجانبها دائما، وسيكون لها كل شيء في حياتها. وبعد مدة قصيرة مات الملك، وتولى ابنه حكم البلاد بنفس الظلم والقسوة وجبروت والده. ومرت أيام على ليلى، وتزوجت من سليم وعاشت في حياة سعيدة، حتى جاء اليوم الذي وقعت عين الملك على ليلى، وكانت تلك أول مرة يراها بعد أن كبرت وأصبحت فتاة جميلة ساحرة. فسحره جمالها، فسأل عنها أحد الجنود فأخبره إنها ليلى ابنة حارس القصر وخادمة في مطبخ القصر، وأخبره أيضا إنها متزوجة من ابن السيد خضر. تفاجأ الملك لما سمع، فهو يحقد عليهما منذ الصغر، فطلب الملك مقابلتها على انفراد. شعرت ليلى بالقلق والخوف الشديد، فهي تعرف قسوته وجبروته، ولكنها اضطرت إلى الذهاب إليه. أخذ ينظر إليها في صمت ويدور حولها وهي واقفة أمامه، يكاد قلبها أن يتوقف من الخوف. قال لها الملك أريد الزواج بك. تعجبت ليلى من كلام الملك، وأخبرته بصوت خافت إنها متزوجة وتنتظر مولودا أيضا، وإنها خادمة. وقالت له أنت الحاكم
يا مولاي، فكيف تتزوج من خادمة مثلي؟ صاح بها الملك: إن لم تتزوجيني، إن لم تتركي زوجك وتتزوجي بي، فسوف أقتله أمام عينيك. أخذت ليلى تبكي وتترجى الملك أن يرحمها ويرحم زوجها، ولكنه وعدها أن ينفذ تهديده إن لم توافق على الزواج به، وأمر جنوده بمراقبتها حتى لا تفكر في الهرب، بعد أن أمرها ألا تخبر أي أحد بالحديث الذي دار بينهم وإلا قتلها. عادت ليلى إلى سليم وهي تخفي دموعها. أخبرته بكل هدوء إنها أصبحت تحب شخص آخر وتريد أن تنفصل عنه. وقع هذا الكلام كالصاعقة على سليم، وكاد قلبه أن يتمزق وهو لا يصدق ما تقوله. حاولت ليلى أن تتمالك نفسها ودموعها. انفصل عنها وغادر المدينة لأنه لم يتحمل أن يرى حبيبته مع شخص غيره. تزوجت ليلى الملك وأصبحت ملكة البلاد، وكانت قد اشترطت عليه أن يبقى ابنها معها في القصر. مرت الأعوام وكان الملك يعامل ابن ليلى بمنتهى القسوة. وفي يوم رأته ليلى وهو يضرب ابنها بشدة وهو لا يزال في 9 من عمره، والطفل يبكي ويستنجد بأمه. صار جنون ليلى وضربت الملك على رأسه ضربة قوية أفقدته الوعي، وأخذت طفلها وهربت من القصر. فضلت الطريق فهي لا تدري أين تذهب، وليس لديها أي مكان أو شخص تستنجد به. خلال سيرها تفاجأت ليلى بمجموعة من الذئاب قادمة من بعيد. أحست ليلى إنه لا مفر من الموت. مزقت قطعة من فستانها وكتبت على قطعة القماش: أنا لم أخنك يوما، ففي المرة الأولى ضحيت بنفسي من أجل حياتك، وهذه المرة ضحيت بنفسي من أجل حياة طفلنا. وخلعت التميمة وأعطتها لطفلها وهي تقول له: اذهب بعيدا واحتفظ بقطعة القماش والتميمة لعلك تجد والدك في يوم ما، وتعطيه لها. وعانقته العناق الأخير، ثم قدمت نفسها فريسة للذئاب حتى تنقذ طفلها الذي فر هاربا. مرت سنين وكبر ابن ليلى وأصبح تاجرا مشهورا، وتميمة أمه لم تفارق رقبته يوما. وفي يوم من الأيام جاء رجل عجوز يريد أن يشتري منه الخبز، فرأى التميمة في رقبته وسأله من أين حصل عليها، فأخبره الشاب إنها من أمه، فسأله عن اسم أمه فرد عليه وقال اسمها ليلى. فسأله العجوز عن مكانها فقال الشاب والدموع تنزل من عينيه: لقد ضحت بحياتها من أجل. وأخذ يخبره بقصته. بكى العجوز وقد علم إن هذا الشاب ابنه، وعرف التميمة التي أعطاها لحب حياته ليلى. قال العجوز: أنا والدك يا بني. لم يصدق الشاب نفسه في البداية، وأخذ يلوم والده على ما حدث له ولوالدته، لكن والده أخبره بالقصة بأن أمه هي من تركته. ولكن بسرد القصتين تبين حقيقة ما حدث. تعانق الأب وابنه وأعطاه قطعة القماش التي أخذها من والدته، وعندما قرأ الكلام المكتوب عليها ظل يبكي ولم يفارق الحزن قلبه حتى فقد بصره ومات بعدها بأيام. التضحية مرة واثنين وثلاثة لمن تحب. أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.